السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم في قناة سعى قلبك مع ربك. النهاردة إن شاء الله عندنا موضوع مهم جدا، وهو إزاي إن شاء الله أدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب. عندنا أعمال عظيمة جدا لو واظبنا عليها يا جماعة بإخلاص هتكون سبب بإذن الله لتحقيق الفضل الكبير العظيم ده. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على حبيبك النبي وتذكر اسم الله في التعليقات وتدوس لايك واشتراك لنشر الخير وزيادة الأجر إن شاء الله. أول شيء عشان أدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب لازم أكون متوكل على الله حق توكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فاجعل ثقتك بالله تامة، اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى في كل أمورك. تاني شيء الابتعاد عن الظلم. الظلم يا جماعة ظلمات يوم القيامة، ومن سلم الناس من ظلم وأذاه كان من الفائزين. فاحرص دايما على عدم إيذاء الناس، ولا بالقول ولا بالفعل. حاول ان انت تكون عادل في كل تعاملاتك. ثالث شيء حفظ الصلاة في اوقاتها. ربنا سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة يا جماعة اول حاجة هنتسأل عليها اولا في القبر ويوم القيامة، فاللي يحافظ عليها هتكون له نور ونجاة وبرهان يوم القيامة. فاجتهد دايما في هذه الأعمال وابشر بالخير والنجاة بإذن الله. رابع حاجة الإخلاص في العبادة. حاول انك تجعل نيتك دايما خالصة لله في كل عمل صالح انت بتقوم بيه، سواء كان في الصلاة او الصدقة او الصوم او غيره من الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص يا جماعة. بعد كده صلة الأرحام. صلة الرحم من أعظم القربات اللي بيحسنا عليها الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى جعل العلاقة دي من الأسباب اللي بتقوي الروابط الاجتماعية، بتزيد في البركة وبتزيد في العمر وبتزيد في الرزق. النبي صلى عليه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويبارك له في عمره فليصل رحمه. رواه البخاري. صلة الرحم ما بتقتصرش على الأقارب القريبين قوي اللي هو أخويا وأختي وبنت عمي اللي هم الأهل المباشرين، لأ، بتشمل كل من له صلة قرابة سواء من قريب أو من بعيد. وبيكون ده عن طريق الزيارة، إن أنا أسأل عليه، مكالمة تليفون، الدعاء ليه بالخير دايما، لأن قطع الرحم يا جماعة بيعد من أكبر الذنوب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. حاولوا ان انتوا تحرصوا على هذه الأعمال البسيطة لكي تكون سبب لدخولنا الجنة بإذن الله. وفي آخر حديثنا: اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.